السلام عليكم ومرحبا بكم في القناه. نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. كما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم محينشات بعجينه المسمن. كيجيو مقرمشين وكيجيو لذاذين. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم وينالوا الاستحسان ديالكم بطريقه اللي سهله ومبسطه. نبداو بالصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ندوز على بركه الله المقادير وطريقه التحضير. كما كتشوفوا معايا في اناء اولا قصعه غادي ندير 5 ديال الكيسان ديال الدقيق بقياس كاس العنبه. كيكونوا كيسان اللي ممسوحين تقريبا 500 غرام من الدقيق. عندي هنا 3 ملاعق كبيره من زيت نباتيه او زيت الزيتون على حسب المتوفر عندكم في البيت. الملح على حسب الذوق. غادي نزيد ملعقه كما كتشوفوا معايا كبيره ما عامراش ديال سكر حبيبات او سنيده، ملعقه صغيره ديال الخل وملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات تقريبا واحد 3 غرام. صافي كما كتشوفوا معايا هنا كنزيد الماء، كنبقى ندخل الماء شويه بشويه. درت الكاس الاول والكاس الثاني تقريبا بقى ليا فيه واحد 4 كاس. ودائما كتبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق، كاين اللي كتشرب السوائل وكاين اللي لا. صافي بعد ما عجناه كنجمعوه على هذا الشكل، ما كندلكوهاش وكنغطيوه بلاستيك غذائي وكنخليوها ترتاح. هنا بالنسبه للحشو عندي البصله تقريبا بصله كبيره اللي شلطتها كما كتشوفوا معايا رقيق، وعندي جوج فصوص ديال الثوم اللي محكوكين مع القليل من الزيت نباتيه وزيت زيتون خلطت بيناتهم. هنا بعد ما تشحرات غادي نزيد كميه من الكفته ديال لاداند اولا ديال الدجاج. انا هنا استعملت ديال الدجاج، قطع ديال الدجاج اللي طحنتهم على شكل كفته وزدتهم كما كتشوفوا معايا. كنحاول انا نفتتهم بهذا الشكل كيتشحر. ممكن تستعملوا الكفته ديال البقري حتى هي، اولا تستعملوا الا ما بغيتوش ديروا كاع اللحوم كديروا علبه ديال الطون في الاخير، او ديروا غير بالخضار على حسب الرغبه ديالكم. هنا زدت واحد حبه ديال الجزر اللي كبيره محكوكه على هذا الشكل. زدت القليل من الملح على حسب الذوق. عندي الخرقوم بلدي، سكينجبير، ملعقه صغيره كما كتشوفوا معايا عامره ديال القزبر يابس مطحون. وهنا غادي نزيد التحميره والقليل من الابزار. وكيبقاو التوابل اختياريين على حسب الرغبه ديالكم وعلى نتوما. صافي كنحرك هاد المكونات جيدا حتى كيتشربوا لينا وكيتشحروا. وهنا بعد ما تشحر لينا داك الجزر مع المكونات الاولى غادي نزيد الزيتون اللي قطعته رقيق، وعندي المعدنوس حتى هو اللي مقطع. صافي هنا كنحركهم واحد شويه، وغادي نزيد جوج قطع ديال الجبن المثلث او المربع على حسب المتوفر عندكم. كيف ما ممكن تزيدوا الجبن الاحمر المبشور، كتزيدوه حتى الاخر حتى كتبرد الحشو وكتزيدوه مع هاد المكونات. انا هنا درت غير هاد القطع صافي، وغادي نخليها على جنب باش كتبرد بعد ما طابت. هنا كيف ما كتشوفوا معايا العجين ديال المسمن بعد ما خليناه يرتاح، كل ما كنخليو العجين يرتاح كل ما كيجي مطاطي كيسهل علينا في الخدمه ديالو. كيف ما كتشوفوا معايا الشكل ديال العجين. هنا غادي نقطعوا على 4 ديال الكريات يكونوا بحجم اللي هو متساوي. كيف ما كتشوفوا معايا هنا غنديروا كل جوج كريات في واحد المسمنه، كيجي يخرجوا لنا جوج ديال المسمنات. صافي هنا بعد ما شكلتهم على هذا الشكل غادي ندهن واحد الطبسيل بالقليل من الزيت وكنغطيهم بلاستيك غذائي باش ما كيتشكل داك القشر في الوجه ديالهم. هنا بالنسبه للخليط اللي غادي ندهن به المسمن عندي الزبده ديال العلب تقريبا 2 ملاعق كبار اللي عامره، وزدت معهم 2 ملاعق كبار من مايزينا او نشا الذره، والقليل من الخميره ديال الحلوى تقريبا واحد 2 غرام، كميه قليله كيف ما ممكن الاستغناء عليه. صافي هنا بعد ما خلطت هذوك المكونات كنحطهم على جنب، وكنهز المسمنه الاولى اللي قطعت كندهن بالقليل من الزيت وكنسرح المسمنه ديالي. كيف ما كتشوفوا معايا كتسرح معنا بكل سهوله وكيعطينا الطوع المسمن كيجي مورق. خصنا نورقوه مزيان كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. وغادي ندهنوه هنا بالقليل من هذاك الخليط. داك الخليط غادي نقسموه على 4، كندهنوه جيدا، كندهنوا جميع الجوانب وغادي نشكلها على شكل مسمنه مربعه كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. صافي نفس الطريقه غادي نديرو مع المسمنه الثانيه حتى كنورقوها مزيان حتى كتبان لينا كيبان لينا سطح العمل. وغادي ندهنها بالخليط ديال الزبده مع مايزينا. مايزينا بالدقيق، ولكن الا كانت مايزينا من الافضل باش كيجي مورق وكيجي خفيف من الداخل.
صافي هنا غادي نطوي مسمنه على 4. كنديروا ديك المسمنه الاولى اللي فيها طويه كنديروها من الاسفل صافي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما طويناها. ونفس الطريقه غنديروا مع جوج ديال الكريات الثانيين حتى هما بنفس الطريقه كنغرقوهم وكندهنوهم بالخليط ديال الزبده مع مايزينا وكنطويوهم على 4. كنبقاو مستمرين على نفس الطريقه حتى كنكمل هاد الكريات ونرجع معكم ان شاء الله باش تشوفوا باقي المراحل. هنا كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما كنكمل الكريات الثانيين كنشكلهم على شكل مسمنه. هنا غادي نهز المسمنه الاولى مباشره وغادي نسرحها كيف ما كتشوفوا معايا. كنحاولوا اننا نسرحوها ما نرقوهاش بزاف وما نخليوهاش غليظه. هنا كل مسمنه غادي نخرجوا منها 7 ديال المحينشات وانتم كيبقى لكم الاختيار. كيف ما كتشوفوا معايا كنحاول انني نعبر ونقطع بحال هذا الشكل باش كيجيوني تقريبا متساويين. صافي هنا كنقطع على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا وغادي نجيب الحشو كنحطو في الوسط ديال كل قطعه كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. الشكل اللي هو طولي كيجيو ساهلين وكيجيو لذاذ ومقرمشين وكيجيو مورقين من الداخل كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه. كنبقى مستمر على نفس الطريقه كنوزع الكميه ديال الحشو كنقسمها على جوج ديال المسمنات كيف ما سبق لي وقلت لكم وكل كميه كنقسموها على 7 تخرج لي في المجموع 14 مسمنه اولا 14 محينشه. كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه كنحاول انني نسدهم. طريقه اللي سهله وبسيطه كنجمعوا هذوك الجوانب كيف ما كتشوفوا معايا. وهنا غادي نحاول اني نلوي على شكل محينشه كنتكيه على جنب على هذا الشكل باش كيبقى ديك الفتحه ما تجيش في الفوق وكنلويها على هذا الشكل ديال المحينشات. طريقه اللي سهله وبسيطه كيف ما كتشوفوا معايا بنفس الطريقه كنسدوهم وكنلويوهم على شكل ديال المحينشات كيف ما كتشوفوا معايا. طريقه اللي سهله وبسيطه ودائما كنتكيوهم على هذا الشكل باش ما يتحلوش لينا وكنلويو المحينشه ديالنا بهذه الطريقه. صافي كنبقى مستمره على نفس الطريقه حتى كنكمل المحينشات كاملين بنفس الطريقه. كنبقاو نجمعوا دوك الجوانب وكنسدوهم بهذا الشكل كيف ما سبق لي وقلت لكم حتى كنكملوا جميع المحينشات ونرجع معكم ان شاء الله باش نكملوا باقي المراحل. كيف ما كتشوفوا معايا كنجيب واحد الطاوه اللي كندهنوا بالقليل من الزيت اولا كنفرشوا لها ورق ديال الزبده وكنحط فيها المحينشات على هذا الشكل بنفس الطريقه. كنديروا مع المسمنه الثانيه حتى هي بنفس الطريقه كنقسموها على 7 وغادي نشكلوهم على شكل المحينشه كيف ما كتشوفوا معايا. كنجمعوا دوك الجوانب صافي كنستمروا على نفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه كامله ونرجع معكم باش نكملوا باقي المراحل. كيف ما كتشوفوا معايا هنا بعد ما كملت الكميه ديال المحينشات غادي ندهنهم بالاصفر ديال البيض مع قطره من الخل وملعقه صغيره ديال الحليب وغادي ندهن الوجه ديالهم كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. وفي نفس الوقت غادي نزينهم باش اولا البوافو على حسب المتوفر عندكم في البيت. ممكن تزينوا بجنجلان اللي كتبغيو. وانا هنا في نفس الوقت مشعله الفران كنشعل ليه على اعلى درجه كنخليوه حتى كيسخن مزيان وكندخلوا ليه الطاوه ديالنا غير كتشمع لينا العجينه وكنديروها على عافيه اللي مهيله كنشعلوا غير من الاسفل كنخليهم حتى كيتحمروا كيبانوا لنا تحمروا من الاسفل وكنشعلوا لهم من الاعلى كيتحمروا مباشره بنفس الطريقه. نفس الطريقه حتى بالنسبه للفرن غازي كيف ما كتشوفوا معايا هنا بعد ما خرجناهم وتحمروا كيجيو على هذا الشكل كيجيو مقرمشين. خليكم تسمعوا القرمشه ديالهم.
كيف ما كتشوفوا معايا كيجيو مقرمشين وخفافين ومورقين من الداخل. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم وينالوا الاستحسان ديالكم. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ويعجبكم المحتوى ديالها، ما تبخلوش عليا من لايك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، فضلا منكم وليس امرا. تبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء وتخليوا لي التعاليق ديالكم حتى هما كيهموني. شكرا على المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله.